يتوبون من الحين إلى الآخر ويجددون التوبة ويأملون أن يغفر لهم ربنا عز وجل. المشتاقون إلى الجنة لا يتلذذون إلا بطاعة الله ولا يحزنون إلا حينما يفرطون في المعاصي والذنوب والموبقات. المشتاقون إلى الجنة ما يهدأ لهم حال ولا يتلذذون بالطعام والشراب إلا إذا كانوا يأملون في مرافقة النبي محمد يوم القيامة. هذا هو ثعلبة ابن عبد الرحمن رضي الله عن الصحابة الكرام، وصلى الله وسلم على من علمه معلم البشرية إلى قيام الساعة. صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصل عليه كان وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. بذكرك يا رسول الله نسمو إلى حيث الترفع والجمال، يوحدنا نداء الله نوما سهول تحتوينا أو جبال. لأنت الشمس والدنيا نهار، وأنت أيها النادي هلال، وأنت فينا ما لبت حياة أو طاب الحديث أو المقال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في كل وقت وحين. هذا النموذج يا ليتنا لا أقول أن نراه، بل نقول نحن هذا الرجل. هذا كان شاب لم يتجاوز 16 عاما، يعني 16 سنة، ولكن قذف الله في قلبه حبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مجاورا للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مكان. إذا أراد شيئا أسرع ليشتري هذا الأمر أو هذا الشيء. وفي يوم أرسله الحبيب صلى الله عليه وسلم يشتري أمرا ما أو شيئا ما، وهو يمر في المدينة. الصلاة الشريفة وإياكم بالمدينة إن شاء الله، وصلاة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى بإذن رب العالمين والمسجد النبوي الشريف. وهو ماشي فنظر فوجد بابا قد فتح، باب بيت كده مفتوح، فنظر فكأنه رأى ستارا، فاهتزت هذه الستارة فيقول كأنه نظر إلى امرأة، كأنه يعني مش بالضبط، كأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين. ماشي في الطريق وجد باب مفتوح، بص ليه لقى الباب مفتوح وورا الباب في ستارة. لما بص على الستارة لقاها بتهتز كده، فوجد اللي ايه وراها او خلفها امرأة كأنها تستحل. هو ما تأكدش، لكن عينه قالت له في حاجة غلط فما قدرش يكمل. فيقول حينما نظر إلى هذا الأمر قال ماذا صنعت؟ أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأشتري شيئا ثم بعد ذلك أعصي ربي؟ ما ينفعش. إزاي أنا أعمل كده؟ لعل الله أن ينزل في القرآن، لعلني أن أكون من المنافقين. أقول لنفسي ثعلبة ابن عبد الرحمن لم يتجاوز 16 عاما، لم ينتظر أو لم يترقب أو لم يذهب إلى النظر إلى هذا الباب الذي كان خلفه امرأة كأنها تستحل، فندم على ذلك. فكيف بمن ذهب وتجرأ وعصى ربنا عز وجل؟ يعمل ايه؟ سيدنا ثعلبة 16 سنة، دلوقتي 40 سنة كان لسه صغير، 50 سنة يقول لك يعني أرشد، 60 سنة يقول لك يا عم سيبني أعيش حياتي، 70 سنة رحمة الله على فلان ما فيش يعمل حاجة إلا ما رحم الله. سيدنا ثعلبة هذا يمكن أذهب إيه؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أروح البيت أبدا. ما قدرش يخلي النبي يشوفه على هو قد عصى ربنا عز وجل. ساب المكان كله، ساب بيته وذهب إلى مكان لا يعلم أين هو إلا الذي خلقه جل في علاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عن ثعلبة إلى أخرج. الرهب بل أبص يا
ثعلبة؟ قالوا يا رسول الله لعله أن أصابه شيء أو ذهب إلى هنا هناك، يمكن في أي شيء يحضره. فمر اليوم والاثنان والأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اذهبوا وابحثوا عنه في المواد، روحوا شوفوا فين. فذهب إلى مكان بين مكة والمدينة فوجد أناس يرعون الغنم، فأول ما شافوهم كده قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقالوا لهم والله هناك رجل صفته كذا وكذا، فلما يرعوا الغنم قالوا لهم لعله الرجل البكاء. قالوا والله ما ندري ما معنى أو ما صفة هذا البكاء. قالوا إنه لا ينزل من سطح هذا الجبل إلا عند غروب الشمس، يا دوبك ياكل كده نديله مضمه من اللبن يشربها ويطلع تاني، ولم نسمع له الا بكاء واستغفار وتسبيح فقط. فالله هنشوف. فاختبأ حتى نزل من على الجبل فنظر فإذا هو يعني اشتد به أو اشتدت به النحاس، ضعيف جدا ما فيش فيه، يعني لو جسمه بسيط ما بقاش فيه، ما بياكلش ما بيشربش عشان عصى ربنا، ده دلوقتي ما جهزتوش ما حضرنوش من دلوقتي لا. المهم اول ما نزل الشرب يا دوبك اول شربه من اللبن بكى، ثم عاود الثانيه شرب ثم بكى، ثم الثالثه فبكى مش قادر يشرب. طب ده ذنب واحد خلاص يا ثعلبه، امال لو جيت شفت اللي احنا فيها هتعمل علينا ايه؟ هتعمل فينا ايه ولا هتعمل معانا ايه؟ لما ذنب واحد بيعمل كده وما اللي بيعمل ما بين الذنب والذنب ذنب، حاله يبقى ايه؟ المشتاق الى الجنه يجدد التوبه. المهم اول ما نزل وخلاص اول شكل يطلع تاني، جه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وامسك به، قال له تعالى عشان سيدنا النبي عندك. قال لا، أنزل فيها قرآن؟ قال لا. قال أعد للنبي من المنافقين؟ أنا بقيت منافق خلاص؟ قال لا ما حصلش. طب النبي عايزني ليه؟ قالوا لا ندري. تعال أخذوه على البيت بتاعه وهو نحيف ضعيف ونام على الفراش، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وجدنا ثعلبة ولكن به كذا وكذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ثعلبة قد اشتد به البكاء، فجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا ثعلبة؟ ما بك يا ثعلبة؟ ما ترجو؟ قال أرجو أن يغفر ربي لي ذنبي. ومنا تخاف؟ قال أخاف من عذاب الله، أنا خايف من عذاب الله. قال أرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن يؤمنك مما تخاف. فأراد النبي أن يضع رأس ثعلبة على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال لا يا رسول الله، لا تضع هذه الرأس الذي تلوثت بالذنوب على هذا الفخذ الشريف، فما ينبغي على هذه الرأس التي تلوثت بالذنوب أن توضع على هذا الفخذ الشريف. ماذا صنعت يا ثعلبة؟ أكنت مشاهدا للمسلسلات؟ أرأيت النساء المتبرجات العاريات؟ أكنت سبابا أو لعانا أو مغتابا أو سبابا للدين؟ أكنت متهما بأن القرآن فيه ما فيه من النقائص؟ أفتريت على السنة وقلت أنها لا تصلح في هذا الزمان؟ لا والله ما عملتش كل ده ذنب واحد، ذنب كما قال ربي في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله بجهالة يعني أنا ماشي في الشارع أو في أي مكان رايح وعرضت علي مشكلة أو منظر طبيعي أو موقف فغلطت وبصري بصة مش كويس، أنا ما أعرفش إن أنا هبص وما أعرفش إن هقابل هذه الوجوه، فأنا ما أعرفش، أنا كنت جاهل الموقف ده فاستغفرت ربنا توب عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. سيدنا ثعلبة قال يا
سقي ثعلبا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بنعم الله عز وجل وبفضله، لا يقلده ولا يفضحه. سيدنا النبي ما فضحش، سيدنا النبي ما قالوش ربنا او حاجه انت عملت ذنبي كذا وكذا، لانه يستر حتى يستر بعضنا على بعض، حتى يستر بعضنا على بعض. ما ينبغي ان يفضح بعضنا بعضا ليل نهار. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اسال الله ان يستر واياكم جميعا. ثم بعد ذلك بعد لحظات مات سيدنا ثعلبة رضي الله عنه وارضاه، فغسله النبي عليه الصلاه والسلام وكفنه وصلى عليه، ثم ذهب ليدفن سيدنا ثعلبة، وإذ بهم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه. يمشي على إيه؟ ترتيب صوابعه كده، مش قادر يمشي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورجله كاملة على الأرض. فسيدنا عمر بص كده فقال يا رسول الله على ما تمشي هكذا؟ أنت ليه تمشي كده على ترتيب صوابع رجليك؟ ولا كانوا قد اتسع؟ قال ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، فوالله من كثرة الملائكة التي وجدت ما أجد بقدمي مكان. مش لاقي رجلي مكان أحط فيه. الملائكة قد امتلأت في هذه الجنازة لأنه تاب توبة نصوحا. المشتاقون إلى الجنة يتوبون، ولكن كيف التوبة؟ يقول ابن القيم رحمه الله ولأهل الذنوب وكلنا ذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا. انتبه، أهل الذنوب وكلنا ذنوب، ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإذا أراد الله بعبده خيرا أورده إحدى هذه الأنهار الثلاث، فورد